طب يا جماعه نظرا لغلاء الاسعار واحنا مش هناكل في ريستوران تاني، عشان كده الدنيا غليت قوي، فاحنا كل حاجه هنعملها في البيت. عشاق السي فود، عشاق اي اكله في الدنيا هتلاقوها هنا في نهلة كيتشن. هو اللي ما بيحبش السمك هيحبه. حاجه سهله وما خدتش وقت خالص يا باشا. دوقي خلصيني، ما هي هتقعد تصيح، انا لو ما دوقتهاش هتقعد تصيح، وانا مش حمل الصحه والظلم يا ناس. بصي بقى يا سلمى، احنا النهارده عاملين عظمه. احنا عاملين طبعا رز الصياديه، بس انا عاملاه بطريقه حلوه قوي، وعاملين سمك انا بتهيالي انتوا اول مره هتشوفوه، وخد بالظبط 10 دقايق، وسهل وسريع بطريقه. والصوص ده بقى بتاعه بقى اللي عايز ياكل منه مع الرز وشويه سلطه وحاجه كده ايه فظيعه. هي شبه المسقعه بس يعني مش قوي يعني، بس لازم بقى ايه ندوق الكلام ده ما يتسجدش عليه. هو الرز مع السمك ده موضوع تاني كبير قوي. ما ينفعش. يا نهار ابيض، شو بقى الاختراع ده يا لهوي. يلا نبتدي على طول. عايزين نعمل شويه رز الصياديه. انا خرطت بصلتين كبار تخريط كبير شويه زي ما انت شايفه كده بالسكينه، علشان انا عايزه اكرملهم. لما بيتكرملوا زي ما تقولي ايه كده، ايه البصل بيكش شويه، بس انا عايزه اوصله للون ده والمرحله دي، ومحدش يقول لي كده اتحرق. هو لازم يبقى رز الصياديه كده. حطيت عليه ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه، وشوحت كويس جدا التوابل دي زي ما انت شايفه كده. وبعد كده حطيت معلقتين من الكزبره الخضراء، بيفرق جدا في الطعم. وبعدين غسلت الرز في ساعتها وحطيته. انا بحط لكل نص كيلو رز بصلتين، ومهم جدا اللي انا بقوله ده عشان يطلع معاكي لونه تحفه. وبعدين تكوني مسخنه ميه، برضو النقطه دي ضروريه عشان يطلع معاكي مفلفل، وبيكون فوقيها بعقله صباع زي ما احنا متفقين مع بعض. وبعدين بنغطي وبنسيبه يغلي لغايه ما يشرب الميه بتاعته، وبعدين بنسيبه حوالي دقيقتين 3 4 هتلاقيه شرب كل الميه زي ما انت شايفه كده. تبقي واقفه جنبه طبعا. وبعد كده توطي وتحطي تحتيه الشياطه عشان تعليه شويه من على النار، ما يبقاش يعني كده النار مباشره. وبعدين نوطي ونسيبه حوالي 25 دقيقه هيستوي. ندخل بقى على اخت المسقعه دي. هي حاجه يا جماعه والله طعمها يجنن. بصوا انا عايزاكم بس ايه تركزوا معايا، عشان اللي انا بعمله دلوقتي هستخدمه في حاجتين: في المسقعه اللي انا بعملها دي المختلفه دي، وكمان في صوص هعمله حلو جدا للسمك. هتجيبي بقى فلفل الوان وتخرطيه، فلفل سبايسي وتخرطيه، بتنجان وتخرطيه، وكمان هيكون جنبنا ليمون هنبدا نعصره، وكزبره خضراء نخرطها. خلي كل ده جنبك. ويلا يا حبيبتي اقول لك هنعمل ايه بالظبط في الموضوع ده. وبرده طماطم مبشوره. يبقى احنا كده جهزنا كل حاجه هنستخدمها في حاجات كتيره جدا. وبصل يا ستي طلعي كل اللي في التلاجة واستخدميه. المهم يلا دلوقتي بقى انا جبت طاسه علشان اشوح فيها البتنجان ده. حطيت فيها زي معلقتين من الزيت، عايزه تحمريه بزيت غزير براحتك. الطريقه دي برده ظريفه وبرده هيستوي وهيبقى زي الفل. هتشوحيه على نار عاليه وبعدين تخليها وسط وتسيبيه كده وتقعدي تتابعيه. انا جبت البصلايه اللي انا خرطتها قدامكم جوانح وشوحتها شويه، وبعدين نزلت عليها بفلفل الوان، بس لسه عندي جزء تاني من الفلفل ما حطيتش كله يعني. حطيت شويه كركم وشويه كمون وشويه شطه، واكيد ملح وفلفل اسود وبابريكا مدخنه. وهنشوح بقى الكلام الجميل ده كويس جدا لغايه ما ريحته تطلع. وبعدين حطيت فصين من الثوم وتشوحي تاني يا باشا، وتنزلي بمعلقتين كزبره خضراء. طبعا احنا كل الكزبره وكل الحاجه مخرطينها جنبنا وكله جاهز يا باشا. وبعدين حطيت معلقتين من الصلصه، وحطيت 3 4 طماطميات مبشورين، وشوحت كويس جدا. طبعا كله جاهز جنبي فباخد منه على طول. نزلت بقى بالبتنجان بعد ما اتاكدت ان هو استوى. ما بياخدش يا جماعه 3 4 دقايق بتلاقيه استوى. المسقعه اللي عملناها الجميله المختلفه دي كده خلصت. بشوف بس الرز علشان كده عدى حوالي 25 دقيقه لقيته استوى وطعمه تحفه ويجنن. ان شاء الله تجربيه ويعجبك. ونبتدي بقى ندخل على الصوص بتاع السمك. انا عملت ايه؟ انا حطيت معلقتين من الزبده على معلقتين 3 من الزيت، طبعا حسب كميه السمك، على معلقه كبيره حلوه كده من الثوم، وما استنيتش الثوم يلون خالص. وبقيه الفلفل الالوان اللي انا كنت مخرطاه معاكم انا خرطته زياده بالمخرطه او بالكبه عشان انزل بيه على الصوص ده. وقعدت اشوح، والزبده والزيت لازم تكون نسبتهم كبيره شويه. وابتديت احط بقى ايه، اسمعيني كويس: سماق، ملح، بابريكا، كمون، جنزبيل، شطه، فلفل اسود، كزبره ناشفه. حطيت شويه توم باودر، وكمان حطيت معلقه عسل نحل. وبس يا باشا. وبس في حاجه بقى، انا كنت حاطه شويه بقدونس في الاول مش كزبره، لا دلوقتي انا هحط كزبره خضراء فريش كده في الاخر. بس كمان حطيت قد ليمونتين 3 كده كبار معصورين،
خلاص عملنا صوص يجنن. مش عايزه اقول لك اي الكزبره اللي انا كنت بقولكوا عليها، مش عايزه اقول لك الصوص ده حلو ازاي. سبته على النار 3 4 دقايق مش اكتر. بعد كده بقى نبتدي بقى ايه، نشوف هنعمل ايه في السمك ده. سمك يا جماعه قشر بياض فيليه، انا جبته خرطته زي ما انتم شايفين كده. وعلى فكره ينفع برضو بولتي فيليه، اي سمك فيليه عندك يعني يستحسن من غير شوك بقى عشان ننجز كده وناكل بسرعه. فخرطته زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هبتدي بقى ايه، بعد ما تغسليه وتنضفيه هتجيبي زيت وتروحي حاطه فيه كله زيت. ضروري جدا الخطوه دي. انا دلوقتي ولعت الفرن مش الشوايه، ولعت الفرن. وهبتدي بعد ما حطيت زيت اتبله بشويه ملح وشويه فلفل اسود بسيط كده، عشان احنا اوريدي عاملين خلطه متبله. بس برضو ده ما يمنعش ان انا احط له شويه زيت وشويه ملح وفلفل اسود. وولعت الفرن بقاله 5 أو 10 دقايق. وبعدين هبتدي اجيب صينيه واحط عليها كل السمك اللي انت شايفاه ده علشان ادخله الفرن. هياخد نقدر نقول 10 دقايق. وبعدين نطلعه، نتاكد بس انه مش لازق ونزقه. انا هوريكم دلوقتي اللي انا بقوله ده وانا برصه كده بنتكلم يعني. علشان هدخله 5 دقايق تاني. ولو ما اخدش معاكي لون هتولعي الشوايه دقيقتين لغايه ما ياخد لون. بس دلوقتي عايزين بقى نعمل السلطه. طبعا انا مخرطه بصل من الاول ومخرطه خضره، حطيتهم على بعض اهو. وحطيت ليمون، نص ليمونه، وحطيت شويه ملح وشويه كمون وشويه شطه. وندعك بقى الكلام الحلو ده علشان كله يطلع ريحته كده من الدعكه دي. كله بيطلع ريحته بيبقى جميل جدا. تحطي بقى الخيار بتاعك وتحطي الطماطم، عندك قرن سبايسي عندك قرن رومي براحتك. حطي بقى اللي انت عايزاه. اهم حاجه عندي الخطوه الاساسيه اللي هي الخضره والبصل والليمون والملح والكمون والشطه. بعد كده حطي الخضار اللي انت عايزاه. اوريكي بقى يا ستي السمك هنا كان عدى 10 دقايق. انا بقى ايه، قلت اشوفه هو لسه طبعا هيشرب الميه دي. قلت اشوفه عشان لازم افكه كده لحسن يلزق. فبعد 10 دقايق طلعته، قلت لا ده لسه فيه ميه ولسه عايز يدخل تاني. دخلته تاني 5 دقايق. وبعدين ولعت الشوايه عليه دقيقتين. وبعدين طلعته، يعني الموضوع كله ما اخدش ربع ساعه. وبعدين رصيته كده بقى في طبق التقديم. وبعدين جبت الصوص الفظيع المريع اللي احنا عاملينه ده. وابتديت ان انا اجيب فرشه او يا ستي بمعلقه وتحطي بقى عليه. وقولي لي رايك، عايزاكي تعمليه وتدوقيه وتقولي لي. عظمه على عظمه على عظمه يا جماعه، حلو بطريقه مش عايزه اقول لك قد ايه. خلاص عملنا بقى اكلنا. يعني انا عايزاكي تعمليه وتصوريه وتقولي لي رايك فيه. شفتي ايه رايك في الاغنيه دي؟ اعمليه وصوريه وقولي لي رايك فيه. اكل تحفه. الصوص ده على فكره هيتبقى تاكليه مع الرز، تحطيه على سمك تاني انت عاملاه. بصوا انا بس حطيته على الرز كده بقول لكم انه تحفه. وعلى فكره الصوص ده برده ممكن تكوني عامله سلطه، لو بقى منك شويه يعني تحطيه على السلطه. اوعي ترميه، ده يجنن يعني لو كميته طلعت كبيره. بصي منظر السمك، يا لهوي يا لهوي يا جماعه. على ربع ساعه كلميني عن السرعه والطعم. يا جماعه مش قادره. طب والغلبانه اللي ورا الكاميرا دي مش هتدوقيها حاجه؟ دودي خلصيني، ما هي هتقعد تصيح. انا لو ما دوقتهاش هتقعد تصيح، وانا مش حمل الصحه والظلم يا ناس. الله، هات يا باشا. هو ايه الصوص ده؟ لا ده اختراع بقى. ده هو ده اللي انا حطاه على السمك، حاجه كده يا باشا. يعني شوفي انتي بقى، شوفي انتي ايه رايك؟ اختراع من اختراعات نهله. علي صوتك وسمعيني. لا خطير. طب يا جماعه، نظرا لغلاء الاسعار واحنا مش هناكل في ريستوران تاني عشان كده الدنيا غليت قوي، فاحنا كل حاجه هنعملها في البيت. عشاق السي فود، عشاق اي اكله في الدنيا هتلاقوها هنا في نهلس كيتشن. بحبكم جدا جدا. ما تنسونيش كومنتاتكم الحلوه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.